شباح وتعالوا وياي اليوم راح نسافر لليمن. هنا أنا عندي هذا مرتديلا وخليت عليها بيض. هنا كان آخر يوم بالمعرض ومسوين عروض وقلنا لازم نهجم. هنا طبينا المعرض وماما طبينا على الكتب. كان ماما تقول وين البهارات، تسأل أهل الكتب على البهارات، فهم عبالهم جايين نشتري كتب وهاي كان هي تسأل على البهارات. تخيلوا يعني رايحين على مود بهارات وعلى مود عسل وعلى مود حبشكلات. هنا طبينا أول ما افترينا هنا على هنا كل دولة كانت جاية وجايبة الأكل تبعها. هنا كانت مصر جايبة الكشري وسوريا الشاورما وكل دولة جايبة أكلها. بس بصراحة ما كنا لأن كان حبيناه بصراحة لأن آخر يوم يعني متهاونين. وهنا طبينا باوعنا ألقينا نظرة على الثقافة والعلم. هنا طبعا هذا الراجل مصري هو يبيع دشاديش ذني كلش حلوات، الوحدة ب10. عجبتني هالرصاصة بس ما اشتريتها. هنا هذا سوري يبيع كرزات وفواكه مجففة. هنا كلها ذوق ببلاش، عجبك تشتري، عجبك ما عجبك لا. هنا هذا سوري يبيع تمر ويبيع عسل طبيعي. هنا ضقنا التمر هند واقتنعنا يلا اشترينا. وهنا عندنا بهارات يمنية تجنن رهيبة يعني فتشي، واسعارهم كلش يعني مناسبة ورخيصة. هنا جينا لهذا المطعم المندي، طبعا الاطلالة مال المطعم فتشي والله العظيم، والله تفتر بيه حتى بيه مصلة وكل شي بيه وكلش حلو والله العظيم. هذا مو اعلان بس هيك لان عجبني حبيت انشره. وتعرفون بيه يعني مشهورة ولازم اصور لكم هيك اشياء. هنا هنا طبعا صورت لكم حتى الجلسة واخذنا جلسة. وهنا نزلنا المندي ولازم نضرب بالخمسة، لازم بالايد خوش لا تقولوا لي خاشوقة. هنا جابوا لنا الفصفص الفاصوليا والمرقة مال بوتيتا كانت كلش طيبة بصراحة، أول مرة أحبها. وهنا اللبن كان بارد وطيب بس شنو يشبع في نص قلاص حرامات. هنا المندي فتشي أويلي يابه. هنا دا أصور لكم وهاي. هنا سوينا الختمة مال يعني عود احنا عظامة بس احنا ما خلصناه كله. هنا صورت لكم الاسعار والمكان اللي يحب يعني يخاف احد يحب يروح له حتى تسألوني وتتعبوني بالتعليقات. وهذا شكل المطعم بالواجهة. وكان دنيا ليل ورجعنا ميتين جوع واكلنا وشبعنا وباي باي.